إلينا في الاستوديو الدكتور ياسر جاسم الجواري، أخصائي المسالك البولية والعقم. صباح الخير دكتور. صباح الخير. صباح الخير دكتور. دكتور، هناك بعض أو اعتقاد شائع عند البعض أنه العقم مرتبط قد يكون مرتبط بالعجز الجنسي، هل هذا صحيح أم لا؟ في الغالب لا. بداية هناك فرق بين العجز الجنسي والعقم. جزء من الأسباب العقم هو جزء بسيط، هو العجز الجنسي، وليس في أسباب كثيرة للعقم غير متعلقة بالعجز الجنسي. نعم. طيب دكتور، يعني دائما في جدل على مين اللي عنده العقم، المرأة أم الرجل؟ يعني بحسب الدراسات واللي أنت بتشوفوه، هل النسبة متساوية بين الاثنين في الإصابة بالعقم؟ في الغالب نعم. نعم. متساوي بين الرجال والنساء. في دراسات كثيرة بهذا الموضوع، ولكن في نهايتها الغالب هو في أسباب للرجال وأسباب للنساء. إذن 50-50 تشانس زي ما يقولوا يعني بين الاثنين. نعم. طيب يعني إذا تأخر الإنجاب، ما هي الفحوصات اللي المفروض خلينا نبدأ مع، بما أنه موضوعنا عن الرجل يجب أن يبدأ أو يتجه للطبيب وإجراء الفحوصات، ما هي هذه الفحوصات؟ كبداية تعريف العقم هو عند الرجال أو العقم بصورة عامة، وعدم الإنجاب بعد علاقة زوجية منتظمة لمدة 12 شهر أو أكثر. أوكي، يعني بعد العام الأول خلاص. بعد العام يعني الأول فهذا سبب رئيسي. ولكن في أسباب أخرى تدعو الإنسان إلى قبل السنة، مثلا وجود خلل عائلي، يعني أخوانه ما يخلفوه كذلك فيحاول، أو إصابة للخصية. يعني ممكن الموضوع يكون وراثي، ممكن يكون وراثي. نعم. أكيد. نعم. أو في إذا كان عمر الزوجة كبير أكثر من 37 سنة وأكثر، فما لازم ينتظروا لمدة سنة عشان يبدأوا بالفحوصات، فيحاولوا قبل ذلك. ما عدا ذلك لو كانوا الزوجين شابين فيمكن ينتظروا لحد 12 شهر، وبعدها إذا ما حصل حمل فممكن إجراء الفحوصات. أي شو هي الفحوصات؟ الفحوصات عادة الفحوصات نبدأ عادة بالرجل، أسهل من الزوج المرأة. مع الرجل تبدأ فحص السريري، ثانيا أولا إجراء فحص السائل المنوي اللي يحدد لنا إلى أين نتجه. يعني هل هو الموضوع مثلا إذا كان في مواضيع بسيطة، التهابات أو قلة بالحركة، أم أنه مثلا انعدام النطف، أزوسبرميا. أيوه. هذا موضوع كبير طبعا نتيجة خلل هرموني أو نتيجة خلل بالكروموسومات. طيب جميل، ايش الاسباب اللي ممكن نقول انها هي الاكثر شيوعا؟ حقيقة الاسباب الاكثر شيوعا هي عند الرجال هي دوالي الخصية اكثر من غيرها، والالتهابات، اللي اقصد بالالتهابات التهاب المسالك البولية، التهاب البروستات، هذول اهم الاسباب. عدا ذلك في اسباب نتيجة استخدام الأدوية، مثلا بعض الأدوية لها تأثير سيء على النطف، يقلل النطف، يقلل الحركة. نعم. التعرض للإشعاع، التدخين، الكحول كميات كبيرة، تعرض الحرارة الزائدة. نعم. إذا تحدثنا تحديدا عن موضوع التدخين، يعني أنت ذكرت كثير من الأسباب، بس التدخين تحديدا ما حد يربط بينه وبين العقم بشكل عام بين الناس. التدخين له تأثير سيء خاصة إذا كانت الكميات كبيرة. يعني ايش كبيرة؟ أكثر من 30 سيجارة باليوم، لفترات طويلة، مثلا صار له يدخن لمدة 10 سنوات أو أكثر. هذا لا يعني أنه المدخنين ما بيخلفوا، ولكن لاحظوا وجود ترابط بين زيادة التدخين وضعف النطف أو عدم الخلفة. نعم، لأنه النيكوتين له تأثير سلبي أو توكسيك إفكت، يعني سام على الحيوانات المنوية، قد يؤدي إلى ضعف الحركة، حركة الحيوانات المنوية المهمة لتلقيح البويضة. طيب دكتور، أنت من الأسباب اللي ذكرتها اللي تؤدي إلى أو تسبب العقم، أي منها اللي ممكن يتم علاجه وأي منها اللي هي الحالات المستعصية أو اللي تكون صعب العلاج؟ نعم، عادة مثلا المريض يستخدم أدوية، ممكن نوقف الأدوية. في عنده دوالي درجة ثالثة أو شديدة، طبعا تعالج جراحيا بطرق مختلفة. مع عدا ذلك الأشياء اللي غير قابلة للعلاج، مثلا في خطأ كروموسومي أو خطأ جيني هذا صعب العلاج، أو مرات خطأ مناعي، أسباب مناعية تمنع هذه، أو مثلا تعرض الخصية لضربة
إزالة الخصية، خصية في البطن، هاجرة في البطن، عادة هذه غير قابلة للعلاج. الضربة، أنا نتحدث عن الضربة لأنه البعض يعني قد يكون كثير شباب أكيد بيلعبوا رياضات عنيفة يعني. قد تكون يعني مثلا ضربة تؤدي إلى تجمع دم حول الخصية أو داخل الخصية، مع مرور الوقت تؤدي إلى تليف بالخصية وفقدان وظيفتها. بس مش معناتها أي ضربة يعني تؤدي، ولكن قد تكون ضربة بشدة بحيث تؤدي إلى هذا الموضوع. ايوه. طيب في كمان كثير كلام عن اشياء يربطوا بينها وبين العقم، انت ذكرت مثلا التدخين واسباب اخرى، لكن في ناس بيقولوا كمان انه مثلا المنشطات اللي بتستخدم مثلا في الرياضات، الستيرويد، هذه الاشياء بتسبب العقم. هل هذا الكلام أكيد صحيح؟ نعم. يعني راجعني بالعياده كثير ناس يستخدموا بادي بيلدر، يعني يستخدموا كميات كبيره من الهرمون الذكري لزياده العضلات، تؤدي لها تاثير سلبي على نشاط الخصيه وتؤدي الى توقف الخصيه. يعني احنا بنتكلم الافراط في الاستخدام ولا الاستخدام بشكل عام؟ هو المفروض الانسان ما يستخدم الهرمونات ابدا الا في ضروره طبيه او تحت اشراف طبيب، ما عدا ذلك ما ينصح فيها بغرض بس عمل العضلات، لها تاثير سيء جدا على الانسان. طيب دكتور، بنتحدث سريعا عن العلاجات المتوفرة اليوم لعلاج العقم، لأي مدى يعني أصبح هناك أو علاجات متوفرة أو حلول متوفرة للرجل؟ حقيقة في الآن هاي بالآخر 25 سنة الأخيرة حصل تطور هائل اللي هو التلقيح المجهري أو أطفال الأنابيب. هذا فتح يعني باب كبير للناس اللي ما عندهم أولاد في الحصول على. بس هو مش أكثر علاج للعقم عند المرأة الأطفال الأنابيب؟ لا، لأنه يساعد مرات الرجل لو ما كان عنده حيوانات منوية داخل السائل المنوي، فبالإمكان أنه نسحب من الخصية وإجراء التلقيح. فهذا عطى تشانس كبير لناس قبل فترة ما كان هذا موجود. طبعا هذا موضوع، بينما الأشياء الأخرى مثلا دوالي الخصية، إجراء عملية قد يحسن السائل المنوي ويزيد تشانس الفرصة تبع الحمل، إضافة إلى استخدام الآن متوفر مجموعة من الأدوية اللي تساعد على يسموها الأنتي أوكسيدانت، مضادات الأكسدة، بعض الفيتامينز اللي لها تأثير إيجابي على السائل المنوي. القلق ممكن يسبب يعني تأخر في الإنجاب أو شيء من هذا النوع من قبل الرجل، يقال أنه يؤثر عند المرأة، فهل يؤثر عند الرجل؟ هو بصورة غير مباشرة القلق والشد العصبي المستمر قد يؤثر على الهرمونات، وبصورة غير مباشرة يؤثر على خصوبة الرجل، وليس بصورة مباشرة. نعم. طيب احنا بنشكرك على وجودك معنا على هذا الاستعراض السريع. كان معنا الدكتور ياسر جاسم الجواري، أخصائي المسالك البولية والعقم. شكرا لك. شكرا. والآن للتحضير لافتتاح أسواق الخليج ضمن صباح العربية مع لارا. صباح الخير يا لارا. صباح الخير لارا. سارة. صباح الخير مهيرة.